السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين مشاهدي الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذه المعسلة على شكل كعب غزال، وهي معسلة بحشوة رائعة رائعة غزالة. كان عجبكم ان شاء الله، روعة 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 وكتعلق. وتبعوا الفيديو من الاول للاخر باش تجيكم الوصفة زوينة. يلا بينا على الطريقة والمقادير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. عندي هنا نص كيلو ديال الجلجلان كما كتشوفوا، غير صهدته غير شويه ماشي بزاف حيت غيعاود يطيب. نص كيلو. وعندي هنايا 550 غرام ديال الدقيق النوعيه المزيانه اللي راه هو غربلته نخلته، ضروري ما تنخلوه. عندي واحد المعلقه ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره. عندي معلقه صغيره ديال القرفه. نخلط المواد كلها. قبيصه ديال الملح. عندي هنايا 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، يعني في المغرب كيس، هنايا بالغرام عبرتو. عندي 2 معلقات كبار ديال الزبده بهذه المعلقه هذه باش كنعبرها. هما 2 معلقات ديال الزبده بحراره المطبخ. عندي 2 معلقات كبار ديال زيت العادي، ماشي زيت الزيتون، غير الزيت العاديه. عندي هنا نص كاس ديال المزهر اللي مرطبه فيه شويه الزعفران، ها هو كما كتشوفوا. غادي نخلط. عندي هنا كاس الماء باش نديرو تدريجيا، ما نديروش معاهم كله، شويه بشويه. انا غادي نبسبس هاد النواشف كلها مع بعضياتها، الزيت، الجلجلان، الزبده، الملحه، القرفه. غنخلط هاد المواد كلها. بعد ما رملت العجينه ديالنا دخلت فيها كاع داك الدهونات ودخلت فيها داك المزهر، دخلت كل شيء في الدقيق والجلجلان على هذا الشكل هذا. هاهي ترملت العجينه ديالنا كما كتشوفوا اخواتي. ثم غنزيدو الماء غنزيدو غير تدريجيا شويه بشويه وانا كنعجن، لان لا زدنا غادي نفوتو قياس ما غاديش تجينا العجينه كما بغينا، غير بشوي بشوي. هذا الكاس الاول انا درت كاس اخر احتياطي، ولكن انا عارفه غادا تشرب شويه الماء. انا نبقى بهذه الطريقه شويه بشويه تاع الماء، ما تزيدوش بزاف البنات، غير شويه باش تجمع لكم العجينه كما بغيتو، باش ما تزيدوش فيها الدقيق وتفسد لكم العجينه. صافي في الاخر ما غاديش تبقى هي هذيك. غنزيد ثاني شويه وانا غادا هكا حتى نجمعها. بعد ما كملتها ها هو القوام ديالها، ما جارياش وما قاصحاش. شوف هزت ليا 2 كيسان و4 ديال العنبه. هاي غزاله البنات. دابا غادي نقطعها. غنديرها كويرات، 5 الكويرات. غنديرها على هذا الشكل وغنغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح بين ما صوبنا الحشوه ان شاء الله. بعد ما صوبت العقده ديال الكاوكاو، حمرت نص كيلو ديال الكاوكاو ودرته في الفران. حمرته غير شويه تبدا يعطي ديك الصفوريه، ما خليتوش تحمر بزاف. وطحنته
مع كاس ديال السكر ديال العنبه 150 غرام، وزدت عليه معلقه ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال القرفه، شويه الملحه، وعجنته بشويه الماء زهر. هادشي اللي كاين في العقده العاديه كنديرو هكا على شكل اصابع هكا. عيني ميزاني، نتوما ديروا 18 ل 20 غرام. انا غادا نلفها هكا وغنرجع معكم ان شاء الله. وشويه المسكه، راه ما نسيت لكم المسكه، الماء زهر، الزبده، العقده بحال العقده ديال اللوز، هي هذه ديال الكاوكاو ديال الفول السوداني. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا، ها هي ما كتكونش قاصحه، ما كتكونش جاريه، خصها تكون شويه شاده. كنمدها شويه هكا بهاد الطريقه، وكنقسمها على جوج. هنا درت العقده ديالنا كما كتشوفوا 18 غرام. انا غنديرها على هذا الشكل، ها هو ديال الكعبه بحال الكعبه. ها هي ما تكونش رقيقه بحال الكعبه، لا درتوها رقيقه غادي تفزر ليكم. خصها تكون في هذا السمك هذا، هكا في هذا السمك. ما تكونش رقيقه ولا غليظه كما كتشوفوا. هاي كنديرها على شكل الكعبه. ها هي الكعبه كنبقاو نقادو فيها وداكشي، هادي ماشي مشكله لانها معسله. كناخذ العقده كنحطها هكا بسرعه تصوبوها، توركوا عليه مزيان باش تسد صافي. ماشي ضروري نبقاو نقوسو فيها ولا لا، هكا على هذا الشكل هذا. هاي معاكم واحده اخرى. ندير العقده ديال الكاوكاو نطويها هكا تماما بحال كعب الغزال. ها هي العجينه غليظه كما قلت لكم، وسميتو، وماشي تبقاو تقادوا فيها تضيعوا الوقت وداك الشيء لان هكا تقلى. ها هي كما كتشوفوا جات محيطه وصغيره مع الزلجلان كتحمق، كتجي زوينه. الزلجلان والكاوكاو كيتواتاو مع بعضياتهم. زوينه البنات، جربوها، واللي كيبيعوا راه ما يخدموها. انا اصلا هذه ديال شي ناس غادي نصايبها لهم، وهي واحد الحلوه اخرى غادي نصايبها، ولكن هذه معسله بغاوها هكا. هاي انا نستمر نكمل الكل ونرجعوا على القليه ان شاء الله. انا حطيت الزين سخن، من ما سخن الزيت انا كتقليت فيها شي بريوات، انا كنحطها باش تقلى. ما تكونش النار مجهده باش ما تحمرش لكم بزاف وداك الجلجلان يجيكم قاصح، غير بشويه. غير فوا يسخن الزيت نقصو درجه الحراره. ها هي كنبقى ندير لها بحال هكا حتى كتعطي لون موحد. راه تحمرات، ماشي تقولوا راه باقا خضراء ولا شي حاجه. هاي تحمرات باش ما تجيكمش حمرا بزاف. هاي حطيت هاد العسل وهي سخونه، غنخليوها في العسل قد ما قدرتو خليوها في العسل. انا نستمر نقلي ونرجع معكم ان شاء الله الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا البنات. جات غزاله رائعه رائعه وكتعلق كما كتشوفوا. هاي شوفوا هشيشه رطبه كتحمق. جربوها البنات وردوا عليا. وجات هاد الحشوه ديال الكاوكاو مع الجنجلان غزاله. هامي كما كتشوفوا. جربوها البنات جربوها وغادي تعجبكم وغتنال اعجابكم، وان شاء الله بالصحه والراحه وعواشركم مباركه، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه وطولة العمر والهنا يا رب العالمين، وتصفيه القلوب ان شاء الله يا رب. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونوش الاشتراك واللايك، ومن فضلكم دعمونا باللايك لانه كيرفع القناه ان شاء الله. وشكرا للجميع، عواشر مباركه.